مرحبا بك في قناتي، واسمني كاتي، وهذه هي الحكاية تاع اليوم. القصة تاع اليوم متأكدة أغلبية الجزائريين مازالهم شايفين عليها، على خاطر تأثروا بها وبالأحداث المؤلمة تاعها بزاف. قصة الأم رحيمة وبنتها الصغيرة منال، قصة صراع بين الأمومة والشعوذة، بين البراءة والخرافة، وبين الحياة والموت. رحيمة 44 سنة، أم ل5 أطفال، تسكن في بلدية إشكابن ولاية بيجاية. كانت مرة بسيطة محبوبة من الجيران تاعها والناس اللي يعرفوها. تخدم خياطة باش تعاون راجلها على تربية ولادهم ال5، 4 بنات وطفل، اللي من بينهم منال، طفلة بريئة وشابة في عمرها تقريبا 5 سنين، وكانوا يقولوا عليها بلي زهرية. خو رحيمة كان داير روحو راقي، بصح في الحقيقة كان راجل غارق في الشعوذة والدجل والخريفات. واحد النهار راح أخ رحيمة لعندها وبقى يهدر معاها، حتى قال لها قصدتك في حاجة، راني لقيت كنز اللي يمدهولي الجن، بصح المفتاح تاعو هو دم طفل زهري. اما كيما على بالك زهرية، مديها لي نقدمها لهم باش نلقى الكنز ونوليو كامل أغنياء. رحيمة تخلعت وتصدمت، منين جاتو الجرأة باش يقولها مدي لي منال؟ قالت له الأم غير إنسان مدلك بنتي، روحو ما توليش. راح خوها هو ضامر الشر في قلبه، وقصد باباهم ويماهم وقنعهم باللي اختو رحيمة مسكونة بالجن، هو اللي ما خلاهاش تمدلو بنتها منال باش ما يتفتحلوش الكنز، وباللي لازم يرقيو لها ويديو منال باش يوليو أغنياء ويخرجوا من الميزيرية. الثمن تاع الخروج من الميزيرية هو الدم، دم بريء، والطفلة منال هي اللي كانت رايحة تكون قربان. وكي رحيمة ما حبتش وعيطت عليه في وجهه بنتي ماهيش قربان له بالك، اتهمها باللي مسكونة، وبقى الأخ يخطط ويزرع في الخريفات في عقل والديه واختو الأخرى حتى أمنوه ومشاو معاه في الخط. وجا نهار التنفيذ، وفي يوم 9 مارس 2021 راح الأخ لدار رحيمة ومع باباهم ويماهم واختهم الأخرى، وهما ضامنين باللي راجلها ما كانشو. كي دخلوا قالوا لها بلي جاو يصلحوا بيناتهم، بصح في دقيقة تقلبت القاعدة وهجموا على رحيمة باش يخرجوا الجن منها. كتفوها وقالوا لولادها من غير منال اللي بقات معاهم يروحوا للبيت، بصح وليدها بقى يشوف بتخبية واش كان يصرى. الأخ بدا يرقيلها، مي بصح تبدلت الرقية وولات ضرب مبرح وعياط. رحيمة باش يسلكوها باباها ويماها وختها ما داروا والو، بقاو يشوفوا. تسرعت وترمات على الأرض، وخوها مازال يقول باللي الجن هما سبابها. أنا كاتي، ادعمني بلايك وتعليق، أبوني في القناة وفعل الجرس. من بعد جات ثالث منال، قرب منها خالها وحكمها من رقبتها الصغيرة وخنقها حتى ماتت بلا حتى مقاومة. والأم رحيمة تانيت ودعت الحياة موراها بدقائق، ضحية هبال وقساوة أقرب الناس. موراها عائلة رحيمة، خوها ويماها وباباها، وبكل برود خلاو الدراري الصغار في الدار وراحوا. خرجوا الدراري وخبروا الناس باللي يماهم راهي متغاشية، وعيطوا لابوليس اللي كي جاو لقاو الأم وبنتها في زوج ميتين، البنت بلا أي آثار مقاومة، بصح الأم كانت مضروبة وزرقاء. الخبر انتشر في بجاية وين السكان تخلعوا كيفاش أقرب الناس قادرين يديروا جريمة بشعة هكذا. الشرطة حكمتهم، الأخ المشعوذ والوالد والوالدة وحتى الأخت، مي بصح تلقوهم وخلاو غير الأخ في الحبس حتى يكملوا التحقيقات. وبدات المحاكمة، وفي 20 ديسمبر 2022 خرج الحكم اللي كان صادم للناس كامل. حكموا على الأخ ب 12 سنة حبس برك بتهمة القتل غير العمد، والأب والأم والأخت حكموا عليهم سنة واحدة برك. سكان بجاية ما سكتوش وخرجوا في مظاهرات ورافدين لافتات يطالبوا بتحقيق العدالة. زادوا دخلوا الجمعيات النسوية والمحامين ونقلوا القضية للاستئناف. ومن بعد مدة، يعني في 8 مارس 2023 حكمت محكمة الاستئناف على الأخ ب20 عام حبس بتهمة القتل العمد، وعلى الباقي يعني الأب والأم والأخت تاع رحيمة بعامين برك. هاد الحادثة كانت جرس إنذار. الخطر الحقيقي ماشي الجن والأرواح، الخطر الحقيقي هو الجهل اللي يخلي الإنسان يستسلم للخرافات ويضحي حتى بأقرب الناس ليه. رحيمة ومنال ماتوا ربي يرحمهم، بصح القصة تاعهم لازم تبقى شاهد على ضرورة محاربة الشعوذة ونشر الوعي. رحيمة ومنال ضحيتان، لازم تكون قصتهم درس ونشاركوها مع الناس كامل، لعل وعسى تمنع مآسي واحد أخرين. إذا عجبتك الحكاية ما تنساش تدعمني بلايك وتعليق، وباش يوصلوك القصص الجايين أبوني في القناة وفعل الجرس.